السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد من قناة شيري. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة أنا هعمل الكسكسي، أكلة كتير مننا بيحبها. هو متوفر وموجود في السوبر ماركت بأنواع مختلفة، بس لما بنعمله في البيت بيبقى طعمه أحلى كتير من اللي بنشتريه من السوبر ماركت. غير كمان إن هو في السوبر ماركت بيبقى غالي في السعر. معايا هنا 3 كوبايات من الدقيق الأبيض، من نص كوباية لتلات أرباع كوباية من المية، وربع معلقة صغيرة من الملح. قبل ما أشتغل أنا بنخل الدقيق عشان اتاكد انه ما فيهوش اي تكتلات ويسهل عليا الشغل. طبعا احنا هنا في مصر بنعمله بالدقيق الابيض، لكن في المغرب، في تونس، في الجزائر بيعملوه بدقيق القمح. وكمان ساعات بيستخدموا الدقيق السميد اللي هو بتاع البسبوسة. طبعا هو بيبقى عندهم الكسكسي ده أكلة أساسية زي العيش والرز، فبيحاولوا يخلوه يعني يستخدموه بالدقيق الصحي. لكن احنا هنا استخدامنا فيه قليل، وبيبقى أغلبيتنا بياكلوا بالسكر. بعد ما بنخل الدقيق ببتدي بقى ادوب الملح في الميه، وده يستحسن ان احنا نعمل كده علشان ما واحنا بناكله ما نلاقيش كده فيه ملح. مثلا ساعات بيبقى فيه ذره كده من الملح ما بتدوبش، وبنحس بطعمها في الاكل، خصوصا لما بنحط عليه سكر فما بيبقاش طعمها كويس. كده نتاكد ان الملح ده كويس. انا هنا هعمله في الكبه. طبعا احنا ممكن نحط الميه على الدقيق، ننسم الدقيق بالميه ونفركه بايدينا لغايه ما نشبع كده الدقيق بالميه ويبقى عامل زي الرمله. لكن احنا هنستسهل النهارده ونعمله في الكبه، مش هياخد مننا اي وقت خالص ولا مجهود. انا هحطه وهشغل الكبه، وبعد كده هحط الميه شويه بشويه لغايه ما احس ان الدقيق اتشبع بالميه. بس قبل ما هشغل الكبه واحط الميه على الدقيق، انا الاول حامله الحله بتاعتي ربعها ميه، وهحط عليها مصفى. طبعا لو عندك حله الكسكسي هتبقى افضل. لو زي كده وما عندكيش حله الكسكسي، انا جبت هنا حله، بس المهم ان المصفى يبقى في قلب الحله ما يبقاش طالع من بره. وحامله ربع الحله ميه وهحط المصفى. طبعا ما بكترش ميه علشان الميه لما تغلي ما تلطش المصفى من تحت فتبوظ لي كل اللي انا هعمله. انا هحطها كده على النار وهسيبها تسخن لغايه ما الميه تبتدي كده تنمل وتدخل في الغليان، عبال ما ابتدي اشتغل في الدقيق بتاعي. هشغل الكبه، حرك الدقيق الاول وبعد كده هحط الميه بالمعلقه. طبعا انا ممكن محتاجش كل كميه الميه اللي معايا، ده بيبقى يعني على حسب نوع الدقيق. كمان لو هنستخدم الكبة ما نكترش عليها في الدقيق، يعني 3 كوبايات من مج الشاي حلو قوي، علشان الموتور بتاعنا ما يسخنش وعلشان ما ياخدش وقت معانا كتير ونهلك الموتور. لو هنستخدم كمية كبيرة هنعملها على مرتين او 3 على حسب الكمية اللي معانا. انا هنا حطيت المية بالتدريج، خدت معايا يعني اقل من التلات ارباع معلقتين. طبعا انا بحط المية بالمعلقة، بنسم الدقيق كده لغاية ما يبقى عامل زي الرملة. مش عايزه الدقيق يبقى متكتل او متعجن. لو الميه زادت مني بزود معلقه او معلقتين من الدقيق، وبشغل الكبه كده بحيث ان انا افكك الدقيق من بعضه واخليه عامل زي الرمله كده متنسم بالميه. يعني يستحسن طبعا ان احنا نبقى مزودين معلقه او معلقتين من الدقيق. انا هنا هحطه بقى في المصفى دي مصفى عصير، يا دوبك هتطلع لي الدقيق الناعم. طبعا لو عندنا المنخل هيبقى حلو جدا، المنخل بتاع الكسكسي او المنخل اللي بنستخدمه للسمسم. انا هنا بقى بفرك بايدي، وبعد كده بحرك المصفى لغاية ما انزل الدقيق اللي متنسم معايا بالمية يبقى ناعم جدا، ما يبقاش فيه حبيبات عاملة كتل. وبفضل كده افرك فيه لغاية ما ينزل كله خالص. لو حسيت ان في كمية معايا مكلكعة كتير، ممكن احط شوية دقيق وارجعه في الكبة او في طبق لوحده كده، وانسم احط الدقيق على الكتل اللي معايا، هيفكك وانا بفركه بايدي. انا فضلت هنا اعمله كده بالمصفى لغاية ما هيتبقى بعض التكتلات الصغيرة دي. طبعا ده انا مش هستخدمهم لان هما مش هيفكوا. كده خلاص انا خلصت. طبعا لو عندك فوطة، عندك شاشة، عندك حتة قماشة بيضة، المهم اي حاجة تكون نظيفة وتبقى خفيفة علشان يعني تاخد من البخار على طول ما تبقاش تقيلة. انا كده فككته كده. المية عندي اهي ابتدت تنمل داخلة على انها تغلي، ولازم ما يبقى في مسافة كبيرة بين المية وبين المصفى اللي انا حطاها. المية ما تلطش المصفى، واعمل حساب ان لما المية تغلي ما تجيش على المصفى من تحت. هحطه بقى كده، هقفل عليه
تربطي عليه او تلمي كده حتة القماشة، وهحطه هنا لمدة 20 دقيقة. انا طبعا ما عنديش حلة الكسكسي، فهغطي بغطا يكون حابك على المصفى علشان البخار ما يطلعش من الجناب فياخد معايا وقت كتير. ده كده بعد ما عدى 20 دقيقة انا طلعته اهو. هقلبه بقى كده بالراحة، طبعا هو بيبقى سخن فناخد بالنا واحنا ماسكين حتة القماشة او الشاشة. وهقلبه كده بالراحة في الصينية. وهبتدي بالمعلقة كده افككه من بعضه، وكمان اشيل منه السخونية. ممكن بالمصفى او بالمنخل تنخليه، وممكن ترجعيه تاني في الكبة تديله ضربة عشان تفككي الكتل دي كده من بعضها. كده هو انا بعد ما دفي حطيته في الكبة وفككت الكتل من بعضها، وكده تقريبا هو برد. هبتدي بقى ارده تاني، او ان انا انسمه بميه او بلبن، وبعدين ارده تاني على النار. اسمها بنرد الكسكسي. انا هنا بحب لما ارده باللبن، بصراحه بيفرق معاه في الطعم. وكمان معلقتين كده كبار من السمنه البلدي. طبعا انت يعني قبل ما ترديه مش شرط انك تحطي عليه السمنه، ممكن تحطي السمنه ساعه التقديم، بس معلقتين السمنه البلدي ديت مع اللبن او مع الميه ونرجع نرده تاني على النار بتديله طعم حلو، بتحسن من الطعم بتاع الدقيق. لو انت هتستخدميه في الحلو بس، ممكن كمان في الوقت ده تحطي كمان معاه سكر وترديه على النار، السكر هيدوب. لو انت هتستخدميه حادق يبقى هنخلي الرغبة بقى على حسب الاكل، بقى عايزين حادق او عايزينه مسكر. هبتدي بقى كده افركه بايديا. ممكن ناخد من كوباية لكوباية وربع، سواء من المية او من اللبن. طبعا المية عندي قلت، زودتها شوية عشان تبقى الحلة الربع. وهرجعه تاني على النار بنفس الطريقة لمدة 30 دقيقة. والردة دي مهمة جدا لان هي اللي بتكمل معايا سوى الدقيق. وده بعد ما خد حوالي 30 دقيقة. ببتدي برضو افككه كده بالراحة، طبعا بيبقى سخن. ممكن بقى تفككيه بايدك او بالمعلقة، او ممكن ننخله زي ما انت عايزة. ده بيبقى على حسب بقى ما انت عايزة. لكن لو نخلناه بصراحة ما بياخدش معانا وقت وبيتفكك على طول. وهو كده بقى جاهز معانا للتقديم. طبعا بقى بتحطي عليه سمنة تاني، هتاكليه بقى بالشوربة، باللحمة، باليخني، او نحط عليه سكر، زبيب، مكسرات اللي احنا عايزينه. انا هنا هرش عليه، طبعا انا حطيته طبعا وهو دافي، حطيت له كمان معلقتين سمنة بلدي، وحط له هو السكر اهوت، ده سكر بودرة. ما خدش معايا اكتر من ساعة. طبعا الوقت ده كله في السوا، مش في ان انا بعمله. ويا رب ان الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وجربوه، قولوا لي رأيكم ايه في التعليقات، بصراحة هو بيفرق كتير في الطعم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.